رغم سن العديد من القوانين للمحافظة على نظافة ونزاهة لعبة كرة القدم، فهناك الكثير من التعديات والتجاوزات تحدث داخل المستطيل الأخضر وخارجه، وصلت لقاضي الملعب وضابط إيقاعه الحكم، سواء بالسب أو الاشتباك بالأيدي وحتى التعدي الجسدي. حادثة الفيصل الأردني ضد حكم لقائه المصري إبراهيم نور الدين عقب خسارته لنهائي البطولة العربية لصالح الترجي التونسي لم تكن الأولى، وعلى ما يبدو لن تكون الأخيرة. الأراضي المصرية شهدت عدة حوادث مشابهة، من بينها حادثة تعدي لاعبي وإداري وادي دجلة على حكم مباراتهم أمام بتروجيت ضمن الدوري المصري موسم 2014-2015. وليس بعيدا وتحديدا في الكويت يتذكر جمهور النصر والعربي حادثة الاعتداء على الحكم سعد الفضل التي انتهت بتبادل الضرب واللكمات وطرد وبلاغات في الشرطة، وحتى إن الصحف العالمية اهتمت بالحادثة الكويتية. ذات الحادثة تكررت في مباراة بين الجهراء وخيطان ضمن بطولة كأس ولي العهد الكويتي، وتم إلغاء المباراة وإيقاف النادي لفترة بعد تعدي أحد إداري الجهراء على الحكم بالضرب. وهنا لقاء في دوري الدرجة الثانية اللبناني، حيث قام الحكم باحتساب خطأ قامت الدنيا ولم تقعد على أثره ليركض فريق الخيول كاملا وراء الحكم الذي بدا مذعورا من الموقف حتى تدخل الأمن كذلك تدخل لإبعاد إداري نادي عجمان الإماراتي عن حكم لقاء فريقه حمد الشيخ أمام الأهلي ضمن دوري الخليج العربي بعد احتساب حكم اللقاء ضربة جزاء مثيرة للجدل. أما أشهر حوادث اللاعبين السعوديين فكانت لكمة جمال فرحان لحكم مباراة السعودية والكويت البلجيكي ضمن البطولة العسكرية عام 82. دوريات الدرجات الأدنى في السعودية شهدت حوادث كثيرة، أشهرها إطلاق النار الذي صاحب مطاردة حكم مباراة الوادي الأخضر والترجي بدور الدرجة الثالثة. هذه الحوادث هي غيض من فيض، لكن أصعبها التي راح ضحيتها الحكم الهولندي ريتشارد نيوفنهايزن متأثرا بجروح في رأسه نتيجة اعتداء تعرض له على هامش إدارته لمباراة ضمن دوري الشباب في بلاده. المصير نفسه لاقاه الحكم المكسيكي فيكتور تريخو بعد تلقيه لكمة سقط على أثرها ميتا في الملعب، والسبب طرده للاعب. على ما يبدو الجدل بين اللاعبين والحكام لن ينتهي حتى بات جزءا من اللعبة، وإذا وصلت الأمور حدها اعترض، لكن على طريقة هنري. هدى زين الدين، العربية. والله حل كويس صراحة. وكانت بعثة فريق الفيصلي قد وصلت أمس الاثنين إلى العاصمة الأردنية عمان بعد الحصول على المركز الثاني في بطولة الأندية العربية. مراسل العربية محمد العزة لديه المزيد من التفاصيل.